قلنا ان هو بيهتم بمنطقه وسط الملعب في وجود لاعبين زي افول زي القربي، حتى ابو علي ليه دور دفاعي. انما اهم هجمتين للوداد كان الخلقي ناحيه اليمين ولمسن ناحيه الشمال. الخلقي بالرأسيه اللي كانت ممكن تيجي جول، ولمسن بالكره اللي جت في القاع. فخر الدين، لو كنت اليوم على دكه احتياط الوداد ماذا تفعل في الشوط الثاني أمام هذه الوضعية؟ أمام هذه الوضعية يعني يجب، أظن أن دوكاستير سوف يقوم بتغيير، يعني إضافة لاعب آخر إلى الهجوم ثم مع الاحتياطات عنصر آخر فعال في وسط الميدان كان يعطي دفعة أكثر لوسط الميدان، لأن إذا ظل فريق الوداد يعني دائما بهذا وسط الميدان الذي لعب به في الشوط الأول، ممكن فريق الترجي خصوصا في الشوط الثاني سوف يعتمد يعني على المحاولات المضادة. ما دام انه في جعبته يعني اصابتين فهو غير متخوف، سوف يلعب بارتياح. فالضغط على فريق الوداد اكثر. طيب نتحدث الان عن الشوط الثاني لو سمحتم. خالد، هذه الوضعيه، هذا الهدف الثاني للترجي، هذه الوضعيه تخدم مصلحه الترجي بصفه ممتازه جدا، لانه